صباح النور وصباح القمر على كرسي القمر اللي غير لي حياتي حرفيا 180 درجة. صراحة انا اشتريت الكرسي ده عشان كان عندي مناسبة وكنت حابة يعني شكل جسمي يظبط تحت الفستان وكده. بس بعدها لبسته وحقيقي حسسني انا مش قادرة اكل، يعني مش قادرة اكمل الاكل بتاعي حرفيا، فحبيته قوي بقى. من ساعتها بقى وانا حبيته، ما بقتش يعني تقريبا انا بلبسه من على الحبل، يعني انشره والبسه انشره والبسه، ما بستناش عليه. بقى يحسسني بالشبع جدا. فانا بقى استغلت الفرصة بصراحة وبقيت بعمل اكل صحي وظبطت وكده وخسيت عليه. المفاجأة بقى 18 كيلو. 18 كيلو الكرسي ده خسسهم. ازاي بقى؟ بالطريقة اللي بقولها لكم دي، ان انا بلبسه وببقى فعلا مش قادرة اكل خالص. زائد بقى الكلام ده مثلا من حوالي 7 شهور، زائد بقى لي شهر مثلا كده بنزل الجيم. من كتر ما انا حبيت بقى ان انا اخس واظبط وكده بقيت انزل الجيم. فلبسته مره وانا نازله الجيم ووريته للكابتن يعني، وقلت لها ايه رايك وكده ان انا ينفع البسه يعني تحت التمرين وبتاع. فقالت لي هو اصلا ما ينفعش، بس لما شافته وكده فقالت لي لا عادي، تلبسيه تحت الهدوم، وبالعكس ده هيساعدك اكتر. فبس، وده كان الريفيو بقى عن الكرسي، وحبيت الصراحه ان انا اقوله عشان يعني اديهم حقهم بس.